صبح والله أمري أزورك همومي وحنيني وبقايا عمري مثل فضلت انت تشافيني كسري يا ابو اليمة بيدك صبح والله أمري يحمل هم الأمة. قد تقول: ما العلاقة بين هذه الفقرة وبين آداب الزيارة؟ نزور الإمام لماذا؟ لكي نتشبه به. الإمام لو لم يخرج من المدينة بقي عند قبر جده وأمه وأخيه، وأخذ صومعة زاوية كان يعبد الله عز وجل كباقي العباد، لما تعرض له يزيد ماله والإنسان العابد. الحسين صلوات الله وسلامه عليه تعرض لما تعرض لأنه خرج لطلب الإصلاح. إذن خروجه هو الذي كلفه ما كلفه في يوم عاشوراء. إذن أخواني أخواتي، من أراد أن يكون حسينيا في منهجه في سيرته فليتأسى به صلوات الله وسلامه عليه في أن يكون موجودا حاملا لهم هذه الأمة. عندما أقول الأمة، الغير، بدءا من أسرته وأنفسكم وأهليكم، ثم انتهاء بالمجتمع الكبير الذي يريد أن يتأسى بالحسين عليه السلام، عينه على نفسه أولا، ثم عينه على من يلوذ به ثانيا، ليكون وجودا فاعلا معطاء في حركة الأمة. نتوقف في هذه المحطة إن شاء الله لنكمل الحديث بعد هذا الفاصل. السلام عليكم أخواني أخواتي مرة أخرى في هذه الحلقة التي نتناول فيها آداب زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. من موجبات من آداب الزيارة الموجبة لرقي الدرجات أن يطلب الزائر من الإمام أن يلتفت إليه بعين اللطف والولاية في إصلاح باطنه. نحن عادة نزور الإمام طلبا للحوائج الدنيوية الفانية، مرض ألم به، دين ثقيل، مشكلة مع الغير. هذه هي عادة المشاكل التي تدعونا الزيارة، طبعا لعامة الناس، وإلا الخواص في كل زمان كثيرون إن شاء الله. الخواص من الزائرين عينه على الحوائج الباقية، ما هو زاد له في برزخه، ما هو زاد له في قيامته. يطلب من الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يجعله معه في درجته. ذلك الصحابي الذي خدم النبي فترة من الزمن، النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب منه أن يعرض حاجته، أن يقول شيئا، يطلب شيئا، وإذا بهذا الصحابي يفكر ثم يرجع ويقول: يا رسول الله، حاجتي أن أكون معك، أن يكون من أهل الجنة، أن يكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كم هذه الحاجة حاجة عظيمة. والنبي الأكرم كما يفهم من الرواية وافق على هذا الأمر وطلب منه أن يعينه بالسجود أو كثرة السجود. إذن أن يطلب الإنسان
الحوائج الغالية العالية التي لا تنفذ، هذا الأمر أمر لازم ومتأكد. وهنيئا لإنسان زار الإمام صلوات الله وسلامه عليه ورجع بهذه الجائزة العظمى أن يكون معه وفي درجته صلوات الله عليه. إذن التعرض لهذه النفحات الخاصة، وهذه النفحات تتجلى في الأزمنة المناسبة في الأمكنة المناسبة. إذا جئت لزيارة الحسين عليه السلام في ليلة الجمعة مثلا، لا تفوت هذه اللحظات المباركة. هي ليلة جمعة، والسحر ليلة الجمعة ساعة مميزة، وعند الحسين عليه السلام وتحت القبة 4 موجبات من موجبات الاستجابة والقرب إلى الله عز وجل. فكيف بمن بدأ ليلته بالتوجه وختمها بالتوجه؟ ألا يرجى له أن يعطى تلك الهبات العالية؟ هذا أيضا من آداب الزيارة. من الآداب أيضا أن يخرج الإنسان بتغيير جوهري، بتحول باطني. نحن خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعصوم على رأس العابدين كما نعلم، الذي يريد أن يزور زيارة نموذجية إن صح التعبير، عليه أن يبحث عن مكامن الخلل في حياته. من أفضل أنواع العبادة أن تجلس بجوار المعصوم قرب الضريح الشريف تحت القبة المباركة، وتقول: يا رب ألهمني ما هو الخلل في وجودي،